السلام عليكم يا اخوانا. بقى مالكم طالعين هيجين على محمد صلاح ليه كده والناس عماله تتكلم؟ الراجل طلع مدير الهلال الاحمر المصري بنفسه طلع قال لك محمد صلاح تبقى اتبرع لنا بفلوس عشان نديها لاخواتنا هناك يعني. بجد والله. عارف بيفكرني في الافلام العربي القديمه. فاكر انت لما يبقى ايه عندك اخ كده، سوري انا اسف يعني، مش طايقه او مستعر منه، او ان انت يعني ايه، خد يا عم قرشين اهو ما اشوفش وشك هنا تاني ما تجينا. هو بيفكرني، هو الموقف ده بيفكرني بكده. لا يا عم احنا ما كناش محتاجين منك فلوس، ولا الناس كانت محتاجه منك فلوس، الناس كانت محتاجه منك كلمه. الموضوع كان ابسط من كده بكتير. الناس كانت محتاجه منك كلمه تطلع تقول يا جماعه دي المهازل اللي بتحصل هناك، في هناك اباده جماعيه لناس بقالها فوق ال70 سنه ما بتاخدش حقها. بس الموضوع كان ابسط من كده، ما كانش هيكلفك كتير، بالعكس والله خالص ما كانش هيكلفك حاجه اصلا يعني. فانا بقى النهارده طالع ادافع عن محمد صلاح، مش طالع اتكلم عليه ان انا هاجمه. ليه؟ لان احنا اللي عشان مخدنا. بس هو من امتى محمد صلاح يعني كان بينصفنا في حاجه من الحاجات دي؟ يعني هو عادي يطلع يتكلم على القطط وان احنا ما ينفعش نصدر قطط للدول اللي بتاكل القطط، ويطلع يتكلم على عمرو ورده ويدافع عنه عشان المنتاليتي بتاعته مختلفه عننا. يا جماعه بتتكلموا في ايه؟ انتوا عبط. يطلع يحتفل بالكريسماس ويحتفل بالملكة إليزابيث والكلام ده كله، ولا يعزي الملكة إليزابيث الله يرحمها يعني، عادي. لكن ما يطلعش يتكلم على فلسطين. يا جماعة انتوا عبطوا ولا ايه؟ يا جماعة في ايه؟ وبالمناسبة الحاجات اللي عملها في الأول دي بغض النظر عن موضوع عمرو وردة، يعني هو يعني عادي. المشكلة إن هو يطلع يعني يتكلم إن ما ينفعش نصدر قطط وكلاب للدول اللي بتاكل قطط وكلاب. يا جماعة دي حاجة حلوة، حاجة تحترم يعني. ويطلع يحتفل بالكريسماس عادي، ايه المشكلة يعني؟ بس زي ما انت بتعمل الحاجات دي يا معلم، انت لازم عندك دور تاني تعمله. انت ما بتعملش الدور التاني بتاعك ده. واحد هيقول لي يعني هو البوست بتاعه ده اللي خلاص بقى يعني هو هيبهدل الدنيا. لان اكيد الناس كلها عارفه، والناس اللي مقيمين بره مصر كمان اكيد عارفين ان مفيش حاجه بتوصل لهم اساسا. جرب كده، لو ليك واحد صاحبك في امريكا ولا في كندا ولا في اي دوله من الدول اللي في اوروبا، ابعت له اي بوست او منشنه في اي بوست ليه علاقه باللي بيحصل هناك، مش هيوصل له اساسا. فما تزعلش نفسك يا معلم، عادي يعني عادي. هو محمد صلاح بقى لنا فتره متعودين عليه كده. تعالى احكي لك بس محمد صلاح ايه اللي حصل له. يعني محمد صلاح كان واد جدع كده جاي من نجريج، بيلعب في المقاولين، بعد كده راح بازل. شفناه في بازل هناك. لما راح لعب هناك في عند الكيان عمل ايه، وقعد يسجد هناك، واخد بالك؟ كان قشطه، الحاجات دي كانت بتعجبنا وكانت جميله وكان تمام. بعد كده تشيلسي ما توفقش، الناس كلها كانت بتدعي له هناك. فيورنتينا وراح لبس التيشيرت بتاع 74 بتاع شهداء الاهلي، ولا 74 74 تمام. من فيورنتينا لروما، الناس شافته بقى وصورته مع المصحف ومش عارف ايه وبتاع، فالناس شافته قدوه. هو الراجل نفسه بيقول لك يا جماعه الناس بتشوفني قدوه، لكن انا يعني كل واحد يشوفني زي ما هو عايز يشوفني، انا مالي. اختلاف بقى محمد صلاح جه من انتقاله لليفربول. خلاص بقى المنتاليتي ظهرت بقى. خلاص انت هتربط حمارتك جنب حمارة العمر ده يا ابني؟ انت مجنون؟ انت فاكر لي كده لعيب عادي؟ ابتدى بقى يخش في سكه محمد صلاح تاني خالص، مختلف عن محمد صلاح اللي انت كنت بتشجعه من وانت عيل صغير بقى، واللي انت بقى شفت فيه ان ده بتاعنا، ان احنا لينا فيك يا معلم. لا احنا ملناش فيك يا معلم. والمناسبة هو في كلا الحالات محمد صلاح مش مجبر خالص ان هو يعمل اي حاجة، لان هو خلاص للأسف 90% من الناس بقت شايفاه ان هو لا يمثل الا نفسه. يعني خلاص محمد صلاح دلوقتي لا يمثل الا نفسه. البوست اللي كان هيعمله ولا الحاجة الستوري اللي كان هيعملها ولا الكلام ده كله، شو ستوري؟ انت شفت احنا تتخيل ان الكلام ده كله على ستوري ولا على بوست؟ ايوه، علشان انت المفروض حد ليك تأثير يا معلم. انت في وقت من الاوقات كنت من اكتر 100 شخصية مؤثرة في العالم، فطبيعي لما انت تنزل تقول في 1 2 3 4 بيحصل يا جماعه خلوا بالكم او بصوا يلي ما يوصلكمش حاجه، علشان الحاجات اللي ما بتوصلكمش حاجه، عشان الاعلام ما يوصلكمش حاجه، علشان السوشيال ميديا مش بتوصلكم حاجه. انا بوريكم اهو. يجي لك واحد بقى يقول لك ايه يا عم، بقول لك ايه، ده لعيب كوره ملوش دعوه ولا بقضيه ولا ليه دعوه بقوميه ولا ليه دعوه بالكلام ده كله. طيب هو الناس اللي طلعت اتكلمت بقى الناحيه التانيه، الناس اللي كانت بتدعم بقى الكيان، هل الناس دي ملهاش علاقة برضو؟ طب بلاش. الناس اللي طلعت دعمت القضية الفلسطينية، هل الناس دي برضو ملهاش علاقة؟ ما دي لعيبة كورة، ولا هو ده لعيب كورة وده لعيب كورة في حتة تانية؟ طب انت بقى عايز تعرف تأثير السوشيال ميديا والبوستات اللي بتنزل على محمد صلاح والكلام ده كله ايه؟ خش عنده على اي حاجة من السوشيال ميديا بتاعته، هتلاقي الارقام بتاعته عمالة تنزل بالمليون وبال2 مليون. خش بص كده حتى هتلاقي اهو في باور على السوشيال ميديا. يعني الموضوع مش مجرد ستوري وموضوع تافه وخلاص يا جماعه. ما الراجل ما ايه المشكله انه ما عملش ستوري يعني؟
الراجل محمد صلاح عادي يا جماعه، خد الموضوع بصدر رحب. يعني المواقف دي اللي بتبين ايه الفرق بين اللعيب الكوره وايه الفرق بين الاسطوره والبني ادم اللي هيكمل. لان خد بالك انت كلاعب كوره انت عمرك في الملاعب لا تتجاوز ال 10 15 سنه، خلاص خلصت، الكوره مش هتنفعك تاني. في مواقف لازم تعملها كلاعب كوره، دي اللي بتخليك اسطوره، دي اللي بتخليك في حته تانية. هي الناس ليه من بعد ابو تريكه ما اعتزل بقى 10 سنين بتتكلم على ابو تريكه وان الراجل ده اسطوره؟ لان هو ليه مواقف بره الكوره، ليه مواقف انسانيه تانية جنب الكوره هي اللي خلته اسطوره. رغم ان في لعيبه كتير جدا احسن منه جات، وفي لعيبه كتير جدا احسن منه لسه هتيجي. في مواقف حصلت، في مواقف خلت الراجل ده اسطوره، في مواقف قوميه حصلت خلت الراجل ده اسطوره، رغم كل الناس اللي حاولت تشوهه. وما ادراك ما شوه الراجل ده مين. لكن بالعكس، ده انت عندك اللي مش عند غيرك، ده انت عندك اللي مش عند غيرك. انت شوكتك تقيله، يعني انت مش لعيب هتخاف على اكل عيشك اللي هو يا عم لا ما انا هخاف اطلع اتكلم فيمشوني من ليفربول. لا مفيش الكلام ده حبيبي، مفيش الكلام ده. ده في لعيبه كتير جدا عملت مواقف اجدع من اللي انت عملته 100 مره، ولعيبه اصغر منك بكتير، اقل منك قدرا كمان بكتير. لعيبه كتير كتير جدا يعني، مصريين وغير مصريين. فلا انت شوكتك تقيله يا معلم، وانت عارف ان انت شوكتك تقيله، وعارف ان انت من الاخر مهما عملت انت ما حدش يقدر يقول لك حاجه. يا راجل ده انت لما كنت هتمشي وتروح السعوديه من كام شهر الناس هناك كانت هتعملها على روحها. فما تقوليش ان انت خايف، ما تقوليش ان انت اصل حد يقول لي يا عم لا ما هو الغرب برضه يا عم هيحطوه في دماغهم ومش عارف ايه وبتاع. مين اللي هيحطه في دماغهم يا ابني؟ بقول لك واحد من اكتر 100 شخصيه مؤثره في العالم. ده دورك، ده وقتك. بس عموما خلاص احنا زي ما قلنا، احنا خلاص محمد صلاح نجم كبير، نجم كوره كبير، لا يمثل الا نفسه. فما تفكرش بقى انت او ما تحطوش في حته مش بتاعته. هو الراجل خلاص اختار حتته ويكمل فيها. على فكره هو مش مجبر يعمل حاجه خالص، بس احنا اللي العشم واخدنا، احنا اللي اتعشمنا فيه بزياده بالبلدي يعني. فما تخليش على العشم ياخدك يا معلم في اي حته تانية، وحط كل واحد في موضوع الحقيقي. السلام عليكم.